ضربة من الداخل تلقاها حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد، ففي تصعيد للانقسامات التي تعصف بالحزب نفذ 32 نائبا تهديدهم بالاستقالة من كتلة الحزب في البرلمان. النائب حسون الناصفي تحدث باسم رفاقه المستقيلين موضحا أن قرار الاستقالة جاء احتجاجا على عدم عقد الهيئة التنفيذية باعتبارها الهيكل الشرعي الوحيد في الحزب، وكذلك احتجاجا على سعي البعض لاختيار مسار غير ديمقراطي للحزب. المعسكر الأول يضم حافظ قائد السبسي نجل رئيس البلاد والمتهم بالسعي للعب دور أكبر في الحزب من خلال إعادة هيكلته، بينما يتزعم المعسكر الثاني محسن مرزوق الأمين العام للحزب. الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يواجه اتهامات بمحاولة توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لاحقا لمنصب سياسي أبرز، لكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين وتستنكر الزج بها في الخلافات الداخلية للحزب. النائب المستقيل مصطفى بن أحمد قال إن الخطوة المقبلة قد تكون تشكيل كتلة مستقلة في البرلمان تتكون من النواب المستقيلين، وبذلك يخفض هذا الانقسام مقاعد نداء تونس إلى 54، ما يتيح لحزب النهضة استعادة الغالبية البرلمانية ب67 نائبا، ليصطدم بذلك الإنجاز الديمقراطي السلس في البلاد والذي استحق قبل شهر جائزة نوبل للسلام بفشل ذريع بعد عام واحد من فوزه في الانتخابات البرلمانية إثر سقوط الحزب في آتون الخلافات الداخلية وصراع المواقع.